الزمالك بيقرب جدا من تحقيق المعجزة ويخطف أهم 3 نقط من بيراميدز في الدوري، ويقرب الدرع قوي من 100 عقبة. كيوان ديزيرا عفريت العلبة الساحر البرازيلي يرفع راس جمهور الزمالك ويسجل هدف الفوز في آخر 5 دقايق ويحط الزمالك على بعد خطوة واحدة من تحقيق الدوري. الماتش يبدأ والزمالك داخل سخن من أول دقيقة، ضغط وهجمات ورا بعض من ناصر منسي وعبد الله السعيد، بس يتألق أحمد الشناوي يصد كل الفرص. بيراميدز يحاول يدخل الماتش واحدة واحدة ويعتمد على المرتدات والكور الثابتة، وكان قرب يسجل بس الهدف اتلغى تسلل، والشوط الأول يخلص 0-0 اللي كان فيه محاولات من الفريقين وشد وجذب بين اللعيبة. وفي الشوط الثاني اللعب يتفتح أكتر، فرص ضيعة هنا وهناك وأخطرهم رأسيتين لمنسي بس الشناوي يشيلهم بسهولة، وتسديدة خطر من ناصر ماهر. الزمالك يكمل ضغط ويضيع فرصة سهلة لشيكو بانزا لحد ما تيجي اللقطة الأهم. الدقيقة 84 بانزا يرد بهجمة مرتدة ويدي الكرة لبيزيرا اللي يحطها في الجول. لعب الكرة عند شيكو بانزا، لو عدى شيكو بانزا، مر شيكو بانزا، راح شيكو بانزا، قلت لك شيكو بانزا، قلت لك شيكو بانزا. الهدف يتراجع بالفار وجمهور الزمالك ايده على قلبه. ما هو القرار؟ بص يا عيني بيقول يا رب، بص ده يا عيني ده مرة واحدة قالوا له تعالى مهمة، بعد كده يعني زي ما بيقولوا ايه ربنا كرم ومشيت معاه. ألفينا بزيرة والحكم يحسب الهدف وتنفجر المدرجات ويحاول الزمالك يأكد الفوز في الوقت بدل ضايع بس تتحسب تسلل، ويخلص الماتش بفوز مهم جدا للزمالك ويأكد صدارته في الدوري بفرق 5 نقط عن بيراميدز والأهلي. بيزيرا جاب هدف الفوز في آخر 5 دقايق من الماتش. أي لاعب بداله كان المفروض يروح يلف في الملعب كله. بيزيرا كان ليه رأي تاني خالص. أول ما جاب الهدف راح جري على اخواتنا من ذو الهمم والاحتياجات الخاصة يحتفل معاهم ويفرحهم. كل يوم بيزيرا يثبت إنه عظيم ولا همه احتفال ولا لقطة. الماتش كان فيه أكتر من لقطة الحكم رجع للفار. هدف ملغي البيراميدز في الدقيقة 33 علشان تسلل وشك في ضربة جزاء على عمر جابر، وهدف ملغي للزمالك في نهاية الماتش. الزمالك عنده ماتش قدام إنبي والأهلي هيقابل بيراميدز يوم الاثنين الجاي. الزمالك ماشي بخطوات ثابتة لحسم اللقب. تفتكروا الزمالك حسم الدوري ولا الأهلي هيخطفوا منه؟ يلا قولوا لنا رأيكم في الكومنتات، واللي تعجبوا الحلقة يعمل لايك وشير.